مرحبا. كنا شفنا الطفل ياسن اللي ظهر بالشارب، اللي ضجت بمواقع التواصل الاجتماعي بصفة الأب داخل روضة حكومية أو روضة أهلية إن أصح التعبير في منطقة حي الداخلية في بغداد. مرحبا ياسن، شلونك؟ زين؟ شنو أخبارك؟ ايش قد عمرك؟ 6. 6؟ زين، شفت نفسك؟ طبعا الفيديو حقق مشاهدات كبيرة جدا، يعني خصوصا في غضون أيام حتى وصل للعالمية أو العربية بالتحديد، يعني مواقع نيوز بارات كثيرة من الأمور أنه أشادت بهذا الموضوع. لكن اللي أحزنني بعض التعليقات السلبية المسيئة، يعني ليش إحنا بالعراق دائما أنه نروح بهذا الاتجاه؟ راح أخذ مديرة الروضة الأستاذ صبا الدليمي حتى تحكي لنا عن الفكرة اللي موجودة وشلون صارت قضية وضع الشارب على هذا الطفل اللي يحقق كثير من المشاهدات العالية. أبقوا وياي. هي مو فكرة جديدة، احنا هذا الموضوع قائمين عليه كل درس، انه نسوي مشهد تمثيلي حتى نوصل الفكرة. تعرف هذول اطفال بيبي، فصعبة انه تشرح لهم على السبورة او تقعد تكتب لهم بالدفتر، فنسوي مقطع تمثيلي بكل درس حتى توصل الفكرة للاطفال. لكن فكرة تمثيل درس الانجليزي احنا مستمرين عليه، اخذ هيجي مشاهدات وانتشر بالعالم، لانه الشخصيه اللي اخذناها دور الاب كانت شخصيه ملائمه وحلوه وشكلها لطيف، فلهذا اخذ هيك شيء. بس هذا الدرس هو مو جديد ولا وسيله جديده، احنا معتادين عليها منذ يعني بدايه تاسيس الروضه، صار لنا تقريبا من 2013 احنا مستمرين على هذا الدرس، ودائما وسائل الايضاح انه هو مشهد تمثيلي. استاذ، شلون جتك الفكرة وشلون جسدتيها واقعيا بالداخل الصف؟ هي الفكرة من 6 صبا، يعني سنويا احنا نسويها للأطفال، ننزل لأدنى مستوى من مستويات الأطفال، يعني مو أخذ على أنه مستوى عالي ما الطفل أنطيه درس عادي، ولازم وسائل إيضاح حتى يفتهمه ويترسخ بدماغه. ف6 صبا تعطينا هاي المعلومات انه لازم تنزلين مستوى الطفل، لازم عندك هيك فكره، لازم عندك هيك شيء، يعني تجسديه انه بهذا الدرس بتمثيل. يعني مثلا درس العلوم تمثيل، درس الاسلاميه لازم نشرح لهم لادنى مستوى، الانجليزي لازم الشخصيات نخليها قدامهم. فاختارت عندنا هيك لسته، بس طبعا اشتريت لنا اياها مال شنب شوارب، اشتريتها واحنا انا اختاريتها على شكل وجهه، يعني من شفته انه خدوده وهي هاي المسافه عنده تكون كبيره، فمن خليتها طلعت مضبوطه الحمد لله. صار الدرس كلش حلو. شلون شفت الترند؟ الترند كلش حلو، يعني على يزوني هو بعد ابنه لازم يشتهر.